أستاذ الشاوش، هي تابعتوا الملف أو قضية اعتقال الصحفي ومدير موقع لكم السيد علي أنوزلة على خلفية نشر في موقعه الإلكتروني لشريط فيديو يعود إلى تنظيم القاعدة. من الناحية القانونية ما هو الخطأ الذي بموجبه يمكن أن يعتقل علي أنوزلة؟ ما هو الخارق القانوني؟ بداية من الناحية القانونية من الممكن للسلطات أن تتحرى بشأن شخص معين، ولكن اعتقال المواطن المغربي الصحفي الحقوقي علي أنوزلة اعتبره غير قانوني. أولا علي أنوزلة تحمل المسؤولية الصحفية في العديد من المنابر بما فيها الشرق الأوسط التي كانت أول جريدة رخصت لها السلطات المخزنية المغربية لمنافسة الإعلام المغربي الوطني. ثانيا الناحية العملية علي أنوزلة أثبت سواء في المسؤوليات الإعلامية للصحف الدولية أو المغربية على أنه رصين بمقتضيات ظهير 1914 الاستعماري الذي كان يخول ويحدد طبيعة من هو الصحفي حقيقة اللي أصبح يتسلط عليها أيا كان الآن. ثانيا علي أنوزلة في مسؤولياته ثبت المواقف الموضوعية المجردة في مختلف القضايا المتنازع بشأنها دوليا مغاربيا ومغربيا. ثلاثة علي أنوزلة بتجربة كان قد فتح الجريدة الأولى للجميع للتعبير عن الآراء ديالو، فكان نموذج للعمل الصحفي المفتوح ديمقراطيا رغم اختلاف الرأي والآراء والعمل الصحفي بصفة عامة. الآن فوجئت صراحة بمطاردته من طرف عناصر الأمنية بالبلاد مستغلين في ذلك بعض المقتضيات القانونية المدخلة على المسطرة الجنائية ولا سيما المادة 108 من المسطرة الجنائية، معتبرا على أنه عملا خارج المشروعية القانونية والحقوقية. ثلاثة أو رابعا أعتبر على أن الطرفية، وأنا تساءلت اليوم 18/9/2013 لدى النيابة العامة على المكان احتجاز علي أنوزلة ولم يبرزوا لي مكان بالضبط مكان الاعتقال ديالو. الشيء الذي نتساءل وإياه واش فعلا هو في وضعية اختطاف أو اعتقال، يعني الآن هو في معتقل سري أو اعتقال سري، هذه حقيقة. أما فيما يتعلق بالسؤال ديالكم المتعلق بموضوع المتابعة، كان في قانون الإرهاب فصل المادة 218 كتقول أنه يعاقب بسنة إلى 6 سنوات وبغرامة مالية 5 سنوات وبغرامة مالية قد تصل إلى 1,000,000 درهم 100 مليون سنتيم لكل من أشاد بأعمال أو دعوات تحرض على العنف والإرهاب في إما عن طريق الخطب أو في اللقاءات العمومية أو في نشر بثها
على الوسائل وسائل الاعلام السمعيه البصريه او الجرائد او حتى ويعني مكتوبه هذه الكلمه العباره الالكترونيه، وهذا ما حصل مع علي انوزلا. اذا فهنا القانون واضح في هذا الامر وفقا للماده 218. من الناحيه النظريه المعلومات لديك، وهذا هنيئا لك اعلامي على اطلاع بالجانب القانوني، ولكن لحد الآن لا يمكن إطلاقا قبول أي توجيه أي اتهام ضد الصحفي والصديق علي أنوزلا. لا يمكن القبول بذلك. أولا لأن قانون الصحافة المغربي لحد الآن لا يذكر نهائيا ولا ينظم ولا يعاقب على أي عمل صحفي إلكتروني. هذه مسألة تتعلق بالمشرع الذي يجب عليه أن يتدخل للتنظيم. ثانيا الواقع الآن، أنا أعتبر كرجل قانون وحقوقي وسياسي كقيادي في اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أعتبر على أن الاعتقال أو إلقاء القبض على علي أنوزلا واقعة غير واضحة بالمطلق، مع الافتراض جدلا أن الأمر يتعلق بما نشر من طرف بعض المواقع الإلكترونية الإسبانية أو الباكستانية أو غيرها. فهنا كان يتعين على طبقا للمادة 108 وما تبعها من المسطرة الجنائية وما يليها، يتعين على الدولة الأمنية والقمعية المغربية أن تتدخل لمحاصرة تلك المعلومات الواردة تكنولوجيا حتى لا يصل إلى مركز أو موقع لكم. أولا، ما دام أن الدولة سمحت ببلوغ تلك المعلومة إلى مركز لكم وغيره، هذا يعني أن الدولة المخزنية كانت لها رغبة بخلفية معينة أن يسمح ببلوغ هذه المعلومة أو بما ورد فيه إلى الرأي العام المغربي. فيما يتعلق بارتباطها بالإشادة أو غيرها بالأفعال التي توصف في القانون 0303، فأعتبر بأن هذا الأمر مستبعد، واعتقد بأن الدولة المغربية ليست بالهجانة أو بالضعف أو بالبلادة لتتابع علي أنوزلا من أجل ذلك. فالنشر الكفر من طرف ناشره لا يعني أنه يروي، لا يعني أنه كافر. نشر الكفر أو راوي الكفر لا يعني أنه كافر. ولذلك وعلي أنوزلا معروف بديمقراطيته ومواقفه الوطنية الديمقراطية. لا أعتقد أنه ستلصق بهذه التهمة، إنما مخاوفي كديمقراطي قد تكون هناك محاولة لمحاصرته، لأن مركز لكم تجاوز الجرائد المكتوبة وغيرها في الدولة المغربية. في المغرب هناك نخبة المجاملة وهناك نخبة المواجهة. مع الأسف العديد من المواقع الإلكترونية والصحف التجارية الخصوصية الرسمية الحزبية جلها أصبحت تعبر عن نخبة المجاملة للدولة المخزنية. علي أنوزلا من بين الاستثناءات الذي في رأيي يمارس نخبة المواجهة من أجل بناء دولة الحق والقانون والدولة الديمقراطية الوطنية
ولذلك لا يمكن أن تتم المتابعة، وسنكون بالمرصاد في جميع الحالات دفاعا عن حقوقه. نعم، هنا سؤال آخر. حتى إذا لم تكن هناك الإشادة في القانون نفسه 0303 في مادة أخرى يعاقب على كل من توصل بمعلومة ولم يخبر بها. هنا علي أنوزلا أو موقع لكم كمؤسسة توصل بمعلومة أو مادة فيها تحريض على أعمال عنف وإرهاب في المملكة المغربية، ولم يخبر أو لم يعلن بهذه كن على حتى القانون واضح في المادة الأخرى. كن على يقين أيها الأخ الصديق أن أول من توصل بالمعلومة هي الدولة البوليسية المغربية، قبل علي أنوزلا ولا أنا ولا أنت ولا غيرهم، أول من توصل ولم يحركوا ساكنين في الموضوع. كون أن علي أنوزلا يتابعونه من أجل عدم التبليغ إلى غير ذلك المنصوص عليه في الفصل 476 مثلا في إحدى الجرائم الخصوصية، أو عدم متابعته بإفشاء عدم إفشاء السير إلى غير الإعلامي والصحفيين ملزمين بالسير المهني ومصادره، أعتقد على أن أول من كان يتعين متابعته والحالة هاته هما الأجهزة الأمنية المتنوعة والمتعددة في الدولة البوليسية المغربية.